رحل شيكا وش السعد ولكن في ناس مكملين في نفس وظيفته. خالد بيه الغندور كان قبل كده اتكلم عن اللجان. منور يا استاذ ماضو، طبعا ده مالكش دعوه بقصه اللجان دي خالص، او ليك انت ادرى. استاذ ماضو بيهاجم بكل الاهلي خد السوبر بالحكام. طبعا دي اللجان سوري الفلاشه المتوزعه. نبدا نشوف. في مباراة الأهلي ضد الزمالك اللي الزمالك ما جابش فيها ولا جون، يقول لك ليه؟ أصل لينا ضربتين جزاء، الاتنين بتوع شيكو بنزا. الحكم بدل المفروض ما يدي انذار للتمثيل لشيكو بنزا، طلع يصيح ويقول ان له ضربتين جزاء. ده غير طبعا انه بيأكد من الزاويه التدليسيه دي ان الكوره هاندي في ايد اشرف بن شرقي، جت في ايده وتتلغي زي جون سيف الدين الجزيري ما يتلغي، واي حد بيعارضه يقول لك معدوم الضمير. على فكره اللي بيعارضك يا ماضو خبراء تحكيم، فان انتوا صفوه ومش عايزين تقتنعوا ان انتوا جهله، لا سوري المره دي مدلسين، دي مشكلتكم. وطبعا ضربتين الجزاء اللي كان بيقول لك عليهم اللي هي 2 في 1 بتاع سيراميكا، اللي خبراء التحكيم برضو ردوا على ماضي وكل الزملكاويه. لكن هيصدقوا خبراء التحكيم؟ لا طبعا، دول صفوه، دول فوق الناس، هم بس اللي بيفهموا والباقي لا مؤاخذه. تفكير صفوه، تفكير تدليسي، خليكوا كده، اوعوا تتغيروا. عاجبني تفكير الفشله، هتفضلوا على سيستم اسامه نبيه، هتفضلوا فاشلين يا فاشلين.